بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى تعالى نشوف المشتريات بتاعتنا، وفيديو جميل ما شاء الله هنعمل فيه حاجات كتير ووصفات اكتر وحاجات حلوة جدا هتفيدك بإذن الله. بس لو اول مرة بتشوفيني حطي لي كده القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله بنزله. تعالوا بقى كده نشوف المشتريات بتاعتنا دي اسعارها ايه واحنا عملنا ايه. وزي ما احنا اتفقنا في الميزانية اللي احنا هنسيب حوالي 100 جنيه للمشتريات بتاعت الاسبوع من الخضار والفاكهة. فانا هشوف انا جبت بال 100 جنيه ولا وفرت منها. تعالوا كده بينا بسم الله نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه جبتها البطاطس. البطاطس حلوه ما شاء الله، الله العظيم دي كانت ب6 جنيه، فانا جبت 2 كيلو ونص ب15 جنيه. انتي حابه تجيبي ازيد؟ انا كان عندي فقلت دولت. طبعا انا بجيب حوالي 5 كيلو لان انا عندي طبعا اطفال وبحب اعمل لهم وصفات كتير بالبطاطس، واحنا عارفين ان البطاطس دي بتدخل يعني في وصفات كتير جدا. فاي بيت فيه اطفال لازم طبعا البطاطس ديت نستخدمها في حاجات كتير وبنعمل بيها وصفات اكتر. فالمهم ان انا جبت 2 كيلو ونص لان كان عندي. فال2 كيلو ونص دولت عاملين 15 جنيه. الموز كمان كان ب12 جنيه، فانا جبت كده يعني 2 كيلو الا ربع بال20 جنيه. هو انا قلت له هات لي كيلو ونص ب 18. فديت مش ناشفه، يعني ديت ناشفه مش طريه ولا حاجه، مش بداريها، ده هو الصبع ده بس كده. المهم دولت كانوا عاملين 20 جنيه من الموز زي ما احنا شايفين، جميل جدا والصوابع زي العسل ما شاء الله اللهم بارك، جميل. نيجي بقى للطماطم. الطماطم دي كانت ب5 جنيه، فانا جبت 2 كيلو ب10. 2 كيلو هيقضوني طبعا الاسبوع كله. وكمان البتنجان ده هو البتنجان كيلو ونص ب10، بس الراجل لقيته بيقول كده ده ب5 جنيه، فانا جبت كيلو. الكيلو الاتنين دولت كيلو، فالكيلو ده ب5. والخيار بقى، نيجي الخيار انا ما بستخدمهوش يعني في الاكل قد كده، بحطه كده للسلطه. فبما اني بستخدمه للسلطه فقلت بقى اما اجيب فيه خيار يعني كبير شويه كده. ده كان كيلو ونص ب5 جنيه. الخيار طبعا كيلو وربع ب10 جنيه وكيلو ونص، وفي ناس بتبيعه ب10 وفي ب5، يعني متراوح كده. الاسعار طبعا متفاوته مش زي بعضها. فانا قلت ده كده كان كيلو ونص ب5 جنيه، فقلت اما اجيب منه كيلو ونص يبقى انا طبعا هستفيد بالوفر، لان انا بحطه على السلطه بقطعه وبعدين الولاد هياكلوه. فانا قلت لا هو حلو ما شاء الله ما فيهوش حاجه لا بايظه ولا حاجه، فقلت لا هجيبه. والجزرتين دول كنت واخداهم مع الخيار يعني مش بفلوس. المهم الفلفل بقى طبعا اسعاره رفعت جدا ما شاء الله ب10 وب12. فانا لقيت الست اللي هي بتبيعه دي قالت كيلو وربع ب10 جنيه، فهي حطت لي بال5 جنيه دولت كانوا نص كيلو وعليه اتنين كمان. او يعني هو كان عليه شويه كده من الفلفل الحامي اللي هي الشطه دي، كانت بتبيعها مش عارفه بكام. فهي كملت لي قالت لي دولت كده فوق النص كيلو، يعني دولت كده يعتبروا بالجنيه مش عارفه بقى. المهم زي ما احنا شايفين الطماطم دي كانت كيلو ونص ب5 جنيه، فانا جبت كيلو ونص بس لاني كنت عامله صلصه، فقلت باذن الله لما تنزل كمان شويه هكمل بقى وهنفرز مع بعض الصلصه كمان. والبرتقان ده اقسم بالله البرتقان ده كان ب4 جنيه، فانا جبت 2 كيلو ونص ب10. يعني انا مش عارفه هي هو اللي قال كده، والله احنا ما قلناش اي حاجه خالص، احنا رايحين على انه ب5 جنيه فقال ب4. فجبت 2 كيلو ونص ب10. وجبت كمان ب5 جنيه من اللفت دولت 4 حزمات كده من اللفت دولت ب5 جنيه. يبقى نشوف بقى الاسعار اللي معانا، ادي 20 و10، يبقى انا جبت كده ب30 جنيه فاكهه ممكن تشكليهم. كان عندي يوسفندي، ممكن تجيبي برتقال ويوسفندي بس لو الميزانيه يعني معاكي كده مش يعني مقصره معاكي شويه هتجيبي او صنف واحد او صنفين او ثلاثه على حسب طبعا ميزانيتك. يبقى انا جبت ب20 وب10 ادي 30 جنيه فاكهه. 15 جنيه بطاطس، ممكن نقول ب20 عشان يقضيكي. يبقى ادي كده 50 وادي 5. انا جايبه ب15 اللي انا هحسب لكم اللي انا جايباه. يبقى ادي 15. 15 و5 بتنجان و5 فلفل و5 خيار، ادي 15 و15 30. و10 طماطم ادي 40. و5 طماطم مستويه و5 لفت ادي 50. 50 و30 يبقى انا كده صرفت 80 جنيه. يبقى انا كده حاولت ان انا وفرت برضو من ال100 اللي انا كنت حاسباها ان انا هجيب بها الخضار 20 جنيه. ال20 جنيه دي بقى اجيب بها اي حاجه تانية، لوازم برضو للبيت لو انا عندي لوازم للبيت كلها. وهتجيبي مثلا حاجتك بالشهر او بالاسبوع زي ما انت متعوده. هتوفري ال20 جنيه دي هتحطيها مثلا في حصاله، هتحطيها تشتري بيها اي حاجه انت لازماكي. ما انتش عايزاها ومش لازماكي حطيها كده وشيليها. 10 على 20 على 5 هتعمل لك مبلغ حلو باذن الله. تعمليه بقى كده عشان دخلة رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجيب الايام، يعدي الايام دي على خير في الغلاء اللي احنا فيه ده، ويجيب لنا كده رمضان بالسلامه. واللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. فبس يا حبايبي كده بقى دي كانت المشتريات بتاعتنا. تعالوا بقى كده بينا انا هفضيها واغسلها كويس جدا واحطها في المنظمات وارجع لكم على طول.
وبكده يا بنات خلاص انا عبيتهم كده في قلب المنظمات زي ما احنا شايفين. المنظمات دي طبعا حلوه جدا واحسن حاجه صراحه طلعت للتلاجة. انا جايباهم بالظبط على قد التلاجة بتاعتي، يعني الرف بياخد 2 من الكبار وفي وسطهم كده 1 من الطويل ده. بحط طبعا كل حاجه فيهم زي ما احنا شايفين، وبسيب كده رف احط بقى فيه كده مثلا بواقي اكل، احط فيه اي طبق فاكهه تاني زي ما احنا شايفين كده. لكن لو حطينا كله من اطباق الفاكهه دي او اطباق التانية طبعا التلاجة هتتزحم على الفاضي يعني. زي ما احنا شايفين ده كده السفندي انا كنت جايباه قبلها بيوم، ال2 كيلو ب10 جنيه، يعني ده ب5 جنيه، جميل جدا ما شاء الله. زي ما احنا شايفين يا حبايبي كده خلاص ادخلهم بقى التلاجة، وتعالوا بقى نشوف الغدا بتاعنا هنعمل فيه ايه. وتعالوا بقى كده بينا ندخل على الغدا. معايا كمية من الفراخ، اي كمية على حسب عدد افراد اسرتك طبعا، ممكن اوراق، ممكن صدور، ممكن دبابيس، ممكن اي حاجة، مفيش حاجة يعني ايه، كله متاح. المهم عملت بقى معايا تتبيله حلوه كده، التتبيله اللي في الخلاط دي عملتها في المطحنه بتاعه الخلاط. حطيت كده طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل وقطع كده من الفلفل الحامي السبايسي، ونزلت بقى عليهم بشويه من الزيت، معلقتين 3 من الزيت، ومعلقه كده من الخل وعصره ليمونه، دي بهارات شوي. ومعاها بقى شويه من التوابل اللي انا بعملها. ان شاء الله هنزل لكم الوصفه باذن الله كامل، فيديو كامل عن التوابل اللي انا كنت شارياها. هنريح نفسنا باذن الله كده من يعني براتيم البهارات، وهينزل لكم باذن الله الفيديو بالتفصيل. حطيت كده معلقه من نص معلقه من كاري، نص معلقه من بهارات الفراخ، ونص معلقه كده من الفلفل الاسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، يعني شويه كده من التوابل الحلوه اللي انت بتفضليها وبتحبيها اشتغل بيها. ونزلت كده عليهم في قلب المطحنه ديت او في الكبه او في الخلاط زي ما انت عايزه، وفرمتهم فرم ناعم. ونزلت كده عليهم بالفراخ وبس كده يا حبايبي. عملتهم بقى ايه، دعكت كده الفراخ بيهم دعكه كويسه، يعني ايه دخلت التتبيله فيها كلها. وركنتها على جنب في بوله كده وغطيتها جنبي، مجرد ان انا هقطع كده شويه الخضار واخلص كده اللي حواليا. هتني كده بقى خلاص حطاهم في الفرن، واسهل واسرع غدا. جبت كده شويه من البطاطس، انا هعملها ببطاطس بس، ممكن تستخدمي مع الوصفه ديت يعني اي خضار بتحبيه. اي خضار موجود عندك، ممكن بسله على جزر، ممكن فاصوليا خضراء، ممكن اي حاجه بتحبيها حطيها في الخضار. بس انا فضلت ان انا اعملها صينيه بطاطس كده بالفراخ، حاجه سهله يعني وسريعه. لان اليوم ده كنت مضغوطه جدا، فقلت بقى لا هعمل كده غدا سريع، يعني ايه كله كده في وقت مع بعضه. وكمان كنت محمره شويه من الشعريه، وهعمل رز بالشعريه، يعني اكل بسيط جدا، اكل المصريين العادي خالص من غير اي افتكاسات ومن غير اي حاجه، يعني سهل وسريع. إيه بس يا حبايبي هفضل بقى اقطع كده في البطاطس، هقطعها شرايح تكون يعني لا هي سميكه ولا هي رفيعه عشان ما تتهريش، وعشان كده تفضل بحالها ومحتفظه بشكلها. وقطعت كده حبيتين من البصل، وفرمت معاهم قرن كده من الفلفل الحامي، انا بحب الحاجه سبايسي وولادي كمان. فبس كده، وهتبل بقى البصل اللي معايا ده بشويه من الملح وشويه من الفلفل وسنه كده من بهارات الفراخ، وازيد من كده مش هحط اي حاجه. لان طبعا الصوص اللي على الفراخ كله اللي انا متبله بيه الفراخ هينزل طبعا على ايه البطاطس، فهيحليها اكتر واكتر. فانا كمان تقريبا والله اعلم يعني ان انا كنت حاطه ملح وفلفل بس، كمان ما حطيتش توابل فراخ، لان كل التتبيله زي ما احنا شايفين هتنزل كلها على البطاطس، فهتحليها وهتطعمها وهتخليها ما شاء الله عليها. بس كده حبايبي، هقلب بقى كل الخضار على بعضه، وبعدين هنزل بالفراخ عليه وهدخلها على طول على الفرن. طريقة سهلة وبسيطة وغدا سريع. حاولي كده ان انت تفكري في يعني في افكار كده تكون سريعة. حبيت كده ان هي ما تكونش بيضة قوي، فهحط كده طماطمتين في قلب المكان، التوابل في المطحنة كمان بتفرمها حلو جدا وبتخليها ناعمة، هنشوفها دلوقتي ما شاء الله عليه. وهنزل بقى كده بيهم على البطاطس، طماطمتين بس، حبيتين من الطماطم، هتديها كده سنة من اللون، بس حاجة بسيطة يعني. انا طبعا مش عاملاها صينيه بطاطس بالصلصه، لا ده هي حاجه كده يعني ايه، تخليها بس لونها مش ابيض. يعني ساعات بحب كده، يعني ساعات بحبها بيضه وساعات بحبها ايه، ان انا اعملها كده فيها سنه من الحمار. بس كده. فزي ما قلت لكم بقى حاولوا يعني ايه فكروا كده في افكار لما تكونوا مضغوطين، حاولوا اعملوا غدا سريع، يعني ايه ما تضغطوش بقى نفسكم ان احنا نعمل افكار كتير بقى ومحاشي والحاجات دي والحاجات اللي هي بتاخد وقت معانا دي. بس ان شاء الله باذن الله مفيش حاجه هتاخد وقت معانا، وكل حاجه هتبقى زي الفل وزي العسل، ويومك هيعدي زي الفل. بس كده نزلت كده بالفراخ عليها، ونزلت كمان بالتوابل فوقيها، نزلت بقى عليها كده على الفراخ زي ما احنا شايفين. وهدخلها على الفرن سخنة على الشبكة كده تحت، تاخد لها نص ساعة، وترجعي كده تولعي لها الشواية لو انتي ما عندكيش يعني اللي هي اللي انك تولعي الفرن من فوق ومن تحت. بس كده.
وهيطلع بقى الفراخ. معلش بقى اللي انا كنت حطيت الميه، انا مش عارفه المقطع ده اتعاد تقريبا حاجه زي كده، الله اعلم يعني. دخلت صينيه الفراخ على الفرن وطلعت بقى بالشكل الجميل ده، وكنت عملت رز بشعريه، وهو ده الاكل بتاعنا وهو ده غدانا في اليوم ده. حاجه سهله وسريعه، ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم وينول رضاكم باذن الله. استنوني في وصفات اكتر واكتر وحاجات كتير جدا جدا هنعملها، وافكار كتير هنعملها مع بعض. بس يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.